خلي بالكم، مادام قلتوا تحيا مصر، تحيا مصر، انا قلت الكلام ده مرتين 3 4 اكتر كمان. تحيا مصر بينا كلنا، ان احنا نحط ايدينا في ايدين بعض، وما نستكترش ابدا ان احنا نقدر نعمل نجاح ونجاح ونجاح، وهنتغلب على مشاكلنا، وهنعمل بفضل الله سبحانه وتعالى وبإخلاصكم هنعمل كل حاجة طيبة للشعب ده. الشعب ده الشعب المصري انا بتكلم، وانا والله ما بقول كلام لا سياسي ولا معنوي. وانا بقى يعني انا كنت بتابع الحقيقه المؤتمر على الهوا، كنت حاسس انه هو الكلام زي ما يكون يعني ايه توقف امام كلمه بنحبك. هو يعني ما قدرش يوصل لدرجه انه يعبر غير انه كتم دموعه. يعني الحاله دي الحقيقه محتاجه تحليل، لانه من النادر انك تشوف رئيس جمهورية في موقف انساني زي ده، او انه بشر. هو قبل كده يعني احنا شاهدنا تأثره اكثر من مرة، شاهدنا بعض دموع يعني تحركت من مآقيها كما يقول الشعراء العرب، لكن المرة دي كان في محاولة شديدة انه هو يعني يكبح الدموع ويكتم تأثره. طبعا هو اتكلم في الاقتصاد، واتكلم عن مشاركة الجيش في الاقتصاد المصري نسبتها قد ايه بالظبط، ردا على الشائعات الرهيبة اللي بيطلقها الإعلام المعادي.